ظل التعليم يؤرق الكثير من الأسر السودانية تحديدا هذا العام نسبة لارتفاع تكاليف التسجيل. تابعوا حديث رئيس الجمعية السودانية لحماية المستهلك لقناة الزول دكتور ياسر مرغني. التعليم ظل المستهلك يعاني دوما من كل عام من ازدياد رسوم المدارس الخاصة. للأسف الشديد الحكومة تنازلت عن التعليم وأصبح أكثر من 70% من التعليم هو تعليم خاص، وهذه المسألة أثرت جدا على مسألة تعليم التلاميذ، وأصبح أي إنسان داير لمقعد لولده في المدرسة الخاصة. بالتالي هذه المسألة أغرت بعض أصحاب المدارس الخاصة خصوصا المدارس الأجنبية من رفع الرسوم إلى مبالغ دولارية، بل وصلت حد الجشع والتوحش أن بعض المدارس تطلب دولار حي، وبعض المدارس أتت بماكنة لفحص الدولار، ورفضوا حتى دولار بتاريخ 2003 صنع، قالوا يا 2006 ولا فوق. وده كله لأن الوزارة ضعيفة جدا وليس لديها هيبة. لكن الآن ما يهمنا أنه بعض المدارس الحكومية فرضت رسوم باهظة، وبعض المدارس الخيرية مثل المجلس الأفريقي للتعليم الخاص، مثل مدارس القبس، دي مدارس خيرية أو سيمي أو شبه خيرية مدعومة من الحكومة. كذلك مدرسة الخرطوم الإعدادية كيبس هي مدرسة خيرية، لكنهم فرضوا رسوم عالية جدا على التلاميذ مما يضطر بعض الآباء أن يتركوا. لكن ما يهمنا هو المدارس التابعة لجامعة الخرطوم أو تابعة لكلية التربية، مثل مدرسة أحمد بشير العبادي. هذه المدرسة من الفصل السادس إلى الفصل السابع، باعتبار أن الفصل السابع هو سنة أولى متوسط. التلميذ من 2000 جنيه كان بيدفعها في السادس، طلبوا منه 200,000 جنيه لما مشى السابع، رغم أنه وزارة التربية والتعليم قالت أنه ده مرحلة بتاعت نقل من سنة لسنة وليس مرحلة جديدة في كل المدارس. لكن دي حد الاندهاش. معظمهم أبناء فقراء، معظمهم أبناء عاملين وموظفين وأساتذة في المدرسة نفسها، معظمهم ساكنين في أحياء شعبية اللي هي المدرسة تقع في حي الموردة وأبروف وبيت المال فكيف لهم ب 200,000 جنيه لكل تلميذ؟ مما يعني أن التعليم سيصبح حكرا على الأغنياء ولا عزاء للفقراء وللعفسة. والأهم من ذلك حتى المدارس الدينية، ونقصد المدارس الدينية المدارس القرآنية ومدارس الكنيسة، أيضا رفعت أسعارها بسعر خرافي. اشتكى بعض أولياء الأمور من مدرسة الكنيسة في مدرمان، واشتكوا من المدارس القرآنية في الصحافة وجبرة، أيضا رفعت رسومها إلى مبالغ طائلة. كيف لهم من 40-50 ألف جنيه إلى 300,000 جنيه؟ هذه مسألة غير مقبولة، ولذلك نحن نحذر الآن ونقول أن التعليم في خطر، وأدركوا التعليم، أدركوا التعليم الحكومي، أدركوا التعليم الأجنبي، وعلى الحكومة أن تتولى مسؤوليتها كاملة، ونعيد للمدارس الحكومية هيبتها وندعم المدارس الحكومية. كون أن التعليم الآن تتنازل وزارة التربية والتعليم عن 70% من التعليم إلى المتوحشين وإلى الرأسمالية الطفيلية المتوحشة وإلى بعض الأثرياء في المدارس الخاصة، دي ناقص خطر. نحن من الآن بنقرعه ونقول أدركوا التعليم، لأن المحصلة النهائية للشخص الغير متعلم والذي لم يدخل مدارس سيكون قنبلة موقوتة في المجتمع. دوركم في حماية المستهلك شنو؟ نحن دورنا في المسالك أن نقرع الجرس، دورنا في المسالك أن ننبه المسؤولين، دورنا في الأمر أن نقول أن التعليم حق. دورنا بنقول إنه واحدة من أهداف التنمية المستدامة اللي باقي لها 7 سنين لحد عام 2030 إنه التعليم مجاني وإلزامي. لم تبذل الحكومات المختلفة في السودان أي جهد تجاه هذا الأمر.